عركة يا جدعان، عركة يا لهوي. الأجواء الأوروبية يلا كانت هتتشال يا عيني. هحكي لكم عن موقف غريب حصل. خش أكتر منطقة شعبية في مصر، أجواء رمضان، منطقة زحمة جدا، كل حاجة قهاوي تكاتك، هتشوف حاجات عجيبة. برضه أنا بعمل المحتوى ده عشان انتوا تستمتعوا، تشوفوا حاجات جديدة وتتفرجوا. يعني لو حد بيتفرج علينا من خارج مصر فعاوز يشوف برضه الدنيا ماشية ازاي، شوف برضو يعني الاماكن المشهوره والاماكن الغير مشهوره. عاوزين نركزوا على الاماكن الغير مشهوره لان في ناس كتير ما بتصورش في الاماكن ديت. ربنا يستر علينا لان احنا الاماكن دي برضو زحمه قوي، فممكن برضو الكاميرا واضحه ممكن يكون برضو ايه، ان هي برضو مش بتبقى حاجه التصوير في مصر انتوا فاهمين عادي، بس مش مألوفه على الناس. احنا بنتعب على المحتوى ده وانا شاري معدات تصوير غاليه وكاميرات وكده، فانا مش بستفاد اي حاجه من اليوتيوب ولا بكسب منه اي حاجه. انا بعمل الهدف ده عشان انتوا اهم حاجه اللي انتوا تستمتعوا وتشوفوا حاجات مميزه وحاجات تعجبكم. فما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه والضغط على زر اللايك، ويا سلام بقى لو تدينا تعليق هنكون سعداء جدا. الحته اللي احنا فيها دي الحضره، بس لسه التصوير جاي والازدحام جاي. هنخش دلوقتي على معجنه، استمتعوا كتير قوي من الفيديو ده. احنا في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. شهر الخير، اتمنى الناس كلها تكون سعداء ومبسوطين. بصوا يا جدعان، احنا دقيقه بالظبط وداخلين على المعجنه، ربنا يسترها يا رب. هي الدنيا تعتبر رايقه لان دلوقتي ماتش ليفربول بيلعب، بس برضه هنلاقي برضه معجنه. شايفين الزحمه قد ايه. هحكي لكم عن موقف غريب حصل. بيسلم على الست عادي، نص السكه مش مهم. هحكي لكم مره شفت واحد كان ماشي بعجله، انا كنت جاي على رجلي هنا، فواحد بتاع توك توك خبط، فبتاع التوك توك والراجل وقع في الارض. بعد ما الراجل وقع في الارض والتوك توك، الراجل نازل يطمن على التوك توك ويشوف الدنيا ويشوف الحكايه. يعني بصراحه ده كده الدنيا هاديه عشان في ماتش ده كمان، عشان كده الناس اتفرجوا واستمتعوا على الاجواء في رمضان. يلا التوك توك دخل في الاسبات عادي. عاملين برضو مطبات هنا بس ايه مش محوقه، برضو الناس بتطير هنا. شايفين الناس يا جدعان. عاوزكم بس اللي هيقول لي الشارع ده اسمه ايه ليه هديه قيمه من عندي. انا عاوز اعرف، تقولوا لنا في التعليقات ايه اسم الشارع دوت. كده يعتبر الشارع في احسن حالاته، خلي بالك كده يعتبر هادي جدا. يعني لو ما كانش فيه ماتش دلوقتي كانت الدنيا هتبقى بايظه اكتر من كده، فالدنيا يعتبر رايقه جدا.
يعتبر سوق شعبي، ولا تقول لي محطة الرمل. هنا الأسعار برضو أرخص بكتير من محطة الرمل، كل حاجة. ده لسه الشارع ده كبير جدا جدا جدا. ان الاجواء في مصر عامله ازاي؟ اجواء رمضان غير اي اجواء، ليها طعم تاني. لو حد بيشوفنا من اوروبا او اي دوله خارج مصر، عاوز اسمع منكم ان مثلا في الاجواء دي وفي الازدحام ده وفي التجمعات دي. يعني احنا دلوقتي الساعه 12:30 بالليل، بعد يعني صباحا دخلنا في اليوم الجديد. خش هتجيبك، واسع قدامه بس مش عاوز يخش. عجانة ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ خش بقى، السكة فاضية خالص يا جدع، حرام عليك، سكة فاضية. عركة يا جدعان، عركة، يا لهوي. عركة سواقين تكاتك. عركة كبيرة جدا عادي، ومفيش حد بيضرب، كلها زعيق، كلها حوارات، وكله بيزحموا الشارع، مفيش أي مجالات فاضية. ده مش عارف برضه ايه، تحس في روح حلوة في مصر في رمضان، في حاجة حلوة. هل في الأجواء دي زي ما قلت لكم في الأجواء الأوروبية؟ يلا كانت هتتشال يا عيني. حد بيعيش الأجواء دي في أوروبا، في أمريكا؟ هل رمضان والعيد ليه طعم، ولا الدنيا بتبقى هادية؟ ما جربتش أطلع بره مصر في الأعياد أو في رمضان. يعني كل ما بطلع بره مصر أوروبا وكده ما كانش بتصادف اللي أنا أكون. كنا عاملين فيديو عن ايفنت كبير حصل في اسكندريه، اكبر ايفنت، هسيبه لكم تحت في الديسكربشن. هناخده راوند تاني ونشوف الاجواء هتمشي ازاي. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، اهم حاجه. وعملنا مفاجاه كبيره جدا لكابتن كريم بعيد ميلاده، ما كانش يعرف. عاوزكم برضو ترجعوا وتشوفوا الفيديو ده تاني. هنلفوا كده تقريبا اخر الشارع، نلفوا ونرجعوا تاني. استنى قدام لو سمحت. انا بخاف من التكاتك لان هم بيمشوا بطريقه عشوائيه، خاف يحدف فجأة، يقف مرة واحدة. يعني اتحرصوا منهم وانتوا ماشيين. اكيد في منهم ناس كويسة وناس عاوزة تاكل عيش، بس برضه اتحرص لان دول ولا ما عارفين قواعد المرور. بص يجروا وخلاص، هم عاوزين اهم حاجة بيتسابقوا ويجروا عشان يلحقوا ويكسبوا اكتر ويعملوا فلوس اكتر. مش عارفين ان الرزق ده بتاع ربنا. كل واحد هياخد رزقه وكل واحد هياخد نصيبه. كل واحد على قد اجتهاده هينجح وعلى قد علمه. كل ما تتعلم ويبقى عندك معرفة اكتر كل ما تكون اكتر نجاح.
طول ما انت تدفع كل ثقافتك اغاني المهرجانات واغاني اسمه ايه ده الدخلاوي ومش الدخلاوي والدنيا دي، فانت بتغذي مخك بالتلوث، بتلوث مخك. انما لما بتشتغل على العلم وبتعلم نفسك وبتطور نفسك وبتقرا تسمع الاجانب، فالدنيا بتكون معاك افضل بكتير. ربنا يستر الحته دي بامانه. قلقان العجله اللي معايا فرامل هيدروليك، اقل حاجه بتعمل زحمه. بعد اذنك العجله بتسلك في اي ظروف. الخضار ده ماشي ماشي ماشي، خلي بالك التوك توك ده بتلاقيه في كل مكان. ماشي يا صاحبي يلا. الواحد لو بتوع التوك توك دول يصبروا شويه على الدنيا، يصبروا على لا لازم يخش يكبسوا كلهم يقفوا في حته واحده ويتجمعوا في نفس المكان ويقفلوا الشارع. يا ريتهم بيجروا ويخلوا الدنيا تمشي، لا بيعطلوا الدنيا. الشارع ده بصراحه ما ينفعش يتمشى فيه ولا بعربيه ولا بعجله ولا على رجلك ولا باي وسيله مواصلات. انت تعدي طيران، تعدي بطياره هليكوبتر، كلم الحاج ايلون ماسك يبعت لك طياره. اعصابي تعبت، حاسس ان انا كنت هتشال كذا مره. الحمد لله ربنا يطلعنا بس ويروحنا بالسلامه عشان انتوا تستفادوا. دول بيجوا لازقين فيا بتوع التوك توك دول، يعني لو واحد وقف قدامي مره واحده 100% هيخش فيا. مش ثانيه واحده لو سمحت. فده خطر اللي هو تسيبه يمشي وراك فتره كبيره، هو بيكبس عليك. ولما يكبس عليك فهو هتيجي تقف هيلبس فيك على طول، ما عندهمش تفاهم. ده اتمنى اللي يكون في الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه، الضغط على زر اللايك. زي ما قلت لكم انا مش بستفيد اي حاجه من الفيديوهات دي ولا بيطلع لي اي فلوس ولا اي حاجه. انا بعمل الفيديوهات دي الهدف اللي انتوا تستمتعوا بس، ده هدف. بعرض نفسي للخطر واللي العجله ممكن تتخبط او انا اتخبط او انا اتعور عشانكم. فالدعم البسيط اللي انتوا تشتركوا في القناه واكتب لي رايك في التعليقات وعايزين تشوفوا الفيديو بتاعي. شكرا. كان معكم مينا ماهر من محل ويل بايك. تابعونا وهسيب لكم صفحه الفيس عشان شوفوا عندنا بقى المعرض. عندنا فيه تشكيله كبيره من العجل الاستيراد والعادي اللي هو الصيني، يعني كسر زيرو. سلام.